بسم الله والصلاة والسلام عليك يا رسول الله. إن شاء الله كامل تكونوا بخير البنات. إن شاء الله فيديو تاعي تلقاكم كامل بخير. وصفتنا اليوم هي بسيطة اقتصادية وانتي عمرتي طابلة. شوفوا لي الله يبارك ما شاء الله كيف درت هذاك الحميص هذاك البوراك هذيك الشريبة فريك الله الله حمرة مجمرة مع هذا البرد وشي هذا وشي يلاق. روحوا المقادير وطريقة التحضير متنساوش كامل ديروا لي جيم في الفيديو ومتنساوش ديروا تعليق الحلو ربي يحلي أيامنا وأيامكم يا رب العالمين. اللي هنايا في لاكاكوت درت 4 مغارف كبار نتاع الزيت كل واحدة على حساب رغبتها. تحبوا ديروا اللحم تحبوا ديروا دجاج. انا كان عندي اللحم درت اللحم. درت مغرف كبيره تاع الطوماط كونسونطري واكيد بلا ما ننساو الملح. درت شويه نتاع الثوم. درت حبه تاع بصل تكون مسكرفجه ودرت فلفل طرشي يكون مسكرفج. فلفل الطرشي اذا درتوه في الشربه راح يعطيكم واحد البنه مش نورمال. نخلوهم يتقلوا مليح مليح نمرقوا بماء سخون ونحطوا الفريك نتاعنا. انا الفريك ما نشلوش باسكو من ديبي راني نقيه وندسو صافي ندير ديريكت. الا هنايا حركت كلش مع بعضه ومن بعد خليتها الطيب جست تشوفوا اللحم تاعكم طاب. ابداو ديروا في التوابل. انا درت الحشاوش درت الفلفل درت شويه تاع راس الحانوت وخليت المرقه نتاعي ها هي طابت الله الله مجمره. شوفوا الله يبارك هذاك القوام هذاك اللون هذاك اصلا ريحتها راهي تطلع لي من الفيديو تنمو بنه مش نورمال. شوفوا لي هذه الوصفه اعتمدوها راح تعجبكم وما راكمش رايحين تتنازلوا عليها نهائيا. كل واحده كيفاش طيبها كل واحده تقول لي في لي كومنتار كيفاش طيبها وكيفاش اديرها. انا عن نفسي نديرها بهذه الطريقه وتجيني بنه واو. شوفوا لي هذاك اللحم كيفاش طاب لي زبده. الا هنايا باش نروح ندير الحميص نتاعي انا كان خلاص الزيت. حطيت الفلفل نتاعي هذا الفلفل حطيته ودرت معاه مقر نتاع طرشي بس باش يطلق لي البنه. كي تقلى لي هذاك الفلفل درت حبه تاع طوماط قليتها ما كثرتهاش القلي بزاف باش ما تذبليش. درت نفيسه كيس بلاستيكي ونحيت لها كامل هذاك القشور ومن بعد بديت نقطع فيهم عشوائي. اللي هنايا في الحميص سر البنه يا البنات انا درت لكم بزاف الوصفات بصح كي درت له هذه الاضافه عجبني ياسر. والاضافه اللي درتها هي هذيك القرة الصغيره تاع البصل راح تعطيني واحد البناء مش نورمال. خليته في الاشوار رحت رحيتهم خلطت كلش مع بعضه طلعتهم في الاشوار وبعد ما ترحاولي بهذاك الزيت اللي قلت فيه طوماط رحت درت فيه هذاك الحميص نتاعي وخليته يتجمر لي بلا ما ننساو انه نزيدو نديرو الملح ونزيد ندير الثوم اذا درتوه يعطيكم بنه. خلطت مليح قليتهم ومن بعد قدمتهم بهذا الطريقه. لهنا تحبوا ديروا زيت زيتون انا كان ما عنديش مش متوفر عندي درت له زيت عادي وشبعته بحبات نتاع زيتون. شوفوا لي الله يبارك ما شاء الله هذاك القوام هذاك اللون راهو يشهي. بالنسبه للبوراك البطاطا رحت درت البوراك بطاطا ما درتوش باللحم والدجاج. جبت البطاطا كنت طبختها وسكرفجتها عفوا طبختها ورفستها. درت حبه بصلة مرحيه حبه طرشي مرحيه الثوم الحشاوش الزيتون راس الحانوت والكمون اكيد بلا ما ننساو الملح ما تكثروش الملح باسكو راهو زيتون مالح. لهنا ما كانش عندي فرماج ما درتش فرماج درت لي عندي في الدار وخلاص. حركت كلش مع بعضها ومن بعد بديت نخلط فيهم كيما راكم تشوفوا. بالنسبه كل وحده واش تستعمل ديول انا نستعمل ديول عائله ماهوش اشهار بصح هذه المره كامل ما عجبنيش كامل تلصق لي وتقطع لي كيما راكم تشوفوا. وكل وحده تقول لك واش تستعمل ديول في لي كومونت. هنايا البطاطا تاعي درتها سامبل. روح درت معاكم حبيبه ثانيه اللي عندها فرماج دير فرماج انا كان ما عنديش قلت لكم درت واش عندي في الدار وخلاص. لهنايا درت بهذه الطريقه نحيت هذيك الزوائد بالموس. وهذه الحبيبه حسيت اني نديرها بريك عنابي بصح ما درتش البيض بلا طياب يعني قليت حبه تاع بيض في ملح وزيت ومن بعد بديت ندير فيها بهذه الطريقه ويجي شكل شباب من أروع ما يكون. صدقوني البنات وصفة رائعة. اللي هنايا مطلوع راني كنت حطيت لكم الوصفة درت لهم هذا المطلوع اللي حابة تشوف المطلوع نتاعي راني حطيت في الفيديو قبل هذا راني حطيت وصفة بالسميد والفرينة والله تجي خفيفة طرية فارغة من الداخل. وصلت معكم محبتي نهاية الفيديو دمتم في رعاية الله. سلام.